مرحبا بكم في لقاء جديد امتدادا للاحتفاء باللغة العربية عبر قناة قاف الثقافية. هنا حيث تضاء قناديل الأدب وتمطر سماء الفكر وينبض الإلهام وتزهر العقول. يسعدنا أن نرحب بضيوفنا لهذه الليلة الكاتبة والمدربة القديرة مباركة الزبيدي، التي تجولت عبر رحلة إبداعية بين الأدب والتدريب والاستشارات الأسرية. تمثل الكاتبة مباركة نموذجا للمرأة السعودية الطموحة الذي تجمع بين العلم والعمل والإبداع. ويشاركنا كذلك الليلة ضيف ملهم مبدع يسعدنا أن يكون بيننا نموذجا للنجاح والإبداع، الموهوب الطالب المتميز مهند هادي الكنيدري من مدرسة بكة للموهوبين بالصف الأول الثانوي، الذي يمثل وهجا لجيل المستقبل الواعد. يشاركنا الطالب مهند اليوم ليخبرنا أن الطموح والمثابرة هما جسر العبور نحو النجاح، وسيقدم لنا قصيدة بعنوان قلعة العلم تتحدث عن وفاة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. يجسد لنا مهند الليلة الإبداع ويكشف لنا كم أن هذه الأرض ثرية ومحظوظة بأبنائها. أهلا بك مهند، ضيفا متألق بيننا. تفضل بمشاركتك كلنا آذان مصغية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سأقدم لكم اليوم أبيات شعر بعنوان قلعة العلم، التي تتحدث عن وفاة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. خفقان قلب الشعر أم خفقان، أم أنه لهب من الأحزان؟ ماذا يقول محدثي أحقيقة ما قال، أم ضرب من الهذيان؟ ما لي أرى ألفاظه كحجارة ترمي بها الأفواه للآذان. الشيخ مات، الشيخ مات عبارة ما خلتها إلا كصاعقة على الوجدان، أو أنها موج عنيف جاءني يقتاد نحوي ثورة البركان. يا ليتني استوقفت رنة هاتفي قبل استماع نداء من ناداني، أو أنني أغلقت كل خطوطه متخلصا من صوته الرنان. الشيخ مات، الشيخ مات، أما لديك عبارة أخرى تعيد بها اتزان جناني؟ قل لي بربك أي شيء ربما أنقذتني من هذه الأشجان. قل لي بربك أي شيء قال لي عجبا لأمرك يا فتى الفتيان. أنسيت أن الموت حق واقع ونهاية كتبت على الإنسان؟ أنسيت أن الله يبقى وحده وجميع من خلق المهيمن فاني؟ الشيخ مات، عليه أندى رحمة وأجل مغفرة من الرحمن. ماذا تقول؟ ماذا تقول وألف سهم سددت في قلبها المتلهف العطشان؟ ماذا تقول ولم تعد كلماتها تقوى على السريان فوق لساني؟ ماذا تقول قصائد الشعر التي فجعت بفقد أب جليل مكان؟
وأستسمحكم بتقديم الشكر لكم أولا قناة قافة الثقافية، وكما أشكر معلمي مدرسة بكة الثانوية، وأخص بالشكر الأستاذ قبل العتيبي مدير المدرسة والأستاذ حمزة المدني على جهودهم المبذولة ودعمهم المتواصل، وشكرا لكم جميعا. سلمت يا مهند، أحسنت، بارك الله لك، بارك الله لك ابننا العزيز. ونترك الآن الحوار لكاتبتنا مبارك زبيدي. تفضلي أستاذة مباركة. شكرا لك أستاذة سارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير وسعادة، ومساء التميز ومساء الإبداع على الجميع. بداية شكرا لك يا أستاذة سارة على هذه الاستضافة، وشكرا لقناة قاف، وأيضا الشكر موصول من عرفتني بهذه القناة الرائعة، وبك أستاذة سارة الزميلة والأستاذة والفنانة الرائعة سلوى الأنصاري. شكرا لجميع الحضور، وبإذن الله تكون دقائق ممتعة للجميع نبحر فيها مع مقتطفات داعمة للجميع بما فيهم محدثتكم. ونحن مقبلون على عام نطلق عليه عام عملي جديد، من الممكن أن يكون نقاط أو نقطة انطلاق جديدة لكل طموح. بداية أعرفكم بنفسي. لن أزيد على ما ذكرته الأستاذة سارة، إلا إني أضيف بأني لا زلت أتعلم دروس في هذه الحياة التي أشبهها بإيش؟ اسمحوا لي إذا تجاوزت عن اللغة العربية حتى لا أقع في ضم المجرور وفتح المضمون. بالنسبة للحياة نشبهها بالسفينة المليئة بالطموحين المتواجدين في بحر مليء بالأمواج. هذه الأمواج منها ما هو عالي ومتراطم، ومنها ما هو هادئ. هذه هي تحديات الحياة. جميعنا سائرون في هذه السفينة بأحجامها المختلفة، السفن، بواخر عملاقة، قوارب صغيرة. نقول إنه كل إنسان طموح لابد أن يمر بأنواع الأمواج، أي أنه يمر بتحديات الحياة. طيب، محدثتكم مرت بهذه الأنواع من التحديات، لكن لن أسهب ولن أذكر هذه التحديات. بالإمكان أن نتعرف على بعضنا من خلال مجتمعي الخاص التنمية الإبداعية، وأيضا من خلال حساباتي على مواقع التواصل التي أتشرف بكم جميعا وبمتابعتكم. ولنقف عند التنمية الإبداعية الذي اشتق اسمه الأول أو الشطر الأول من اسمه من اسم كتابي
التنمية الإبداعية برؤية شبابية، والذي سأذكر لكم التحدي الخاص فيه كنموذج من هذه التحديات التي ذكرت لكم أنها شبيهة بالأمواج اللي ممكن إحنا جميعا نمر فيها. طبعا لكل كاتب أو صاحب قلم تجربة مع قلمه ومع طموحه اللي يسعى لها أو يسعى لتحقيقها من خلال ما يعبر عنه وما يقوم بكتابته من مفردات وعبارات وكلمات. وهذا ما حصل معي. محدثتكم بدأت رحلتها مع القلم والإمساك به من عمر 4 سنوات تقريبا. شخبطات طفولية، ثم تحولت إلى كلمات، ثم جمل، ثم نصوص ومصطلحات، ثم إلى مقالات ومواد صحفية وغيرها. رغبة إصدار مؤلف أو إصدار كتاب فكرة تبدأ بملازمة كل كاتب وكل أديب وكل مفكر أنه يخرج إنتاجه في إصدار فكري مميز ينال استحسان الجميع. يبدأ من العنوان. بدأت رحلتي تقريبا من عام 2011 أو 12 في اختيار العنوان. استقريت على العنوان لسنوات، يعني فترة طويلة أبحث وأجمع وأدون من الخبرات التي مررت بها. كانت في فترة الدراسة وبعد التخرج. بعد ذلك بدأت فكرة الإصدار للكتاب بعد مرور تقريبا 9 سنوات. جاءني وأنا أبحث عن دور النشر والدار النشر المناسبة وغيره والأسعار وهذه الأمور. عرضت علي إحدى الزميلات فكرة الطباعة لدى دار نشر خارجية. طبعا هنا مع العرض سعر جيد، وأيضا التواجد في معرض الرياض للكتاب والتوقيع وهذه الأمور، هذه أمور جدا مغرية، خصوصا السعر وأيضا عدد النسخ إلى آخره. مباشرة بعد الاستخارة أبديت الموافقة، علما أن هنا في تلك الفترة الكتاب لم ينجز بعد، يعني كان في التشطيبات النهائية له. المهم تم الموضوع، لأكتشف فيما بعد أن الأمر عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تحدي وقعت فيه، وتحدي مؤلم، أن الدار غير ملتزمة بما ذكرت، وممكن أن أكون أنا الأقل ضررا من الزميلات اللواتي وقعنا ضحية لذلك التحدي. لكن بعد هذا التحدي هل علي أن أقف عن المغامرة، عن الكفاح، عن البحث عن النجاح، عن الوصول للقمة، وأن تصل كلماتي لمن هم بحاجة إليها؟ هل تقف رسالتي؟ لا طبعا. أصدرت مع مجموعة من الأخوات كتاب مشترك مع ملتقى أو نادي سيدات الفكر حاليا تحت عنوان ملهمات طويق. أيضا تواجدت بالنسخ الموجودة عندي، واستطعت سحبها من تلك الدار بعد احتكارهم لنسخ التوزيع، وتم عرضها في ركن المؤلف السعودي في معرض الرياض الأخير.
أيضا بدأت أبحث عن دار نشر داخلية لتولي أمر المتبقي من النسخ لدي. أيضا خطة إصدار الطبعة الثانية بمعلومات محدثة ومغايرة عما هو محتكر لدى تلك الدار جاري العمل عليها حاليا، وأمور أجمل ستكون مكملة لذلك الحلم الذي بدأ من بداية إمساكي بالقلم كما ذكرت في عمر 4. هذا التحدي الذي سيظل متواجدا، وهذه الرغبة والطموح للوصول للقمة من خلال إصدار هذا الإصدار بأن يظهر بالشكل الذي كنت أتطلع له، ومعه إصدارات أخرى بإذن الله ستتعرفون عليها وسيتعرف عليها الجميع لاحقا بحول الله وقوته، بدون أي تنازل عن أي أهداف مهما تكن تلك التحديات التي لابد أن نكون فخورون بأننا نخوض غمارها لكي نكتسب الخبرات والمعرفة ولكي نوصلها إلى غيرنا بطريقة واقعية بعيدا عن المثاليات. هذه رسالتي التي أود توجيهها للجميع في هذا اللقاء الذي أتيحت لي الفرصة لأحدثكم عن تجربتي الأدبية المتواضعة. واسمحوا لي بأن أقول من وجهة نظر خاصة أن الإبداع ليس أمرا خارقا للعادة، والمتصفون به لم يأتوا من كوكب آخر أو خلقوا من أنفس المعادن، وليس لديهم مقومات خاصة لا يمتلكها أحد سواهم، بل الجميع بإمكانه أن يكون مبدعا إذا استطاع أن يستغل كل الإمكانيات المتاحة له وكل ما وهبه الله من ملكات وقدرات. هذه الكلمات مختارة من مقال لي تحت عنوان لنسر معا نحو الإبداع، فلنسر معا نحو الإبداع. هذا ما لدي هذا المساء، ولكم مني جميعا كل التقدير. شكرا لك أستاذة مباركة. مضى الوقت سريعا لم نشعر به، وما تبقى من الوقت. وقبل أن نختم نود أن نشكر فريق رقش التطوعي من منطقة تبوك على مشاركتنا بمعرض افتراضي يتضمن لوحات من الخط العربي لفناني الفريق، متمنين لهم مزيدا من التألق. ونشكر على وجه الخصوص الكاتبة والفنانة التشكيلية الأستاذة سلوى الأنصاري قائدة الفريق على دعمها المستمر للقناة. كما نتوجه بخالص الشكر لكم ضيوفنا الأعزاء على إصغائكم واستماعكم. شكرا لعائلة الموهوب مهند، شكرا خاص لمدرسة بكة للموهوبين، ونخص بالشكر مدير المدرسة قبل العتيبي على هذا النتاج الرائع لنشر الثقافة والأدب من خلال جيل لا يعرف اليأس. شكرا لحسن استماعكم، وتقبلوا تحيات فريق قناة ثقافة ثقافية على أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم بلقاء جديد يحمل معه المزيد من الإبداع والفكر والأدبي. هنا توقفنا حيث أخذتنا مباركة عبر تجربتها مع أمواج الحياة المتلاطمة، وكيف نجحت بتجربتها حتى وصلت إلى القمة التي تريدها، وما زالت في طريقها إلى قمم وقمم من خلال التنمية الإبداعية برؤية شبابية. قدمت لنا نصائح رائعة. شكرا لك، شكرا للجميع، وتقبلوا تحياتنا.
ونلقاكم في مساء آخر يوم الاثنين القادم في نصف ساعة في قناة قاف الثقافية. دمتم بخير، ذلك والحمد لله رب العالمين. شكرا.